تعرف ان الوظيفه زي الهدوم لازم تبقى لايقه عليك؟ لو ما تعرفش كمل معايا الفيديو للاخر. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. روح اقف قدام مرايتك وكمل معايا. استنى رايح فين؟ هات ورقه وقلم وركز معايا. عشان تعرف تختار الوظيفه المناسبه ليك محتاج تسال نفسك 3 اسئله. دول نفس ال3 اسئله اللي بتسالهم لنفسك وانت بتقيس الهدوم في البروفا. اول حاجه بكام؟ يعني ممكن تبقى لايقه عليك بس رخيصه. وهنا انا مش بتكلم على الهدوم، انا بتكلم على المرتب. يعني ممكن تكون شغلانه مناسبه ليك بس فلوسها مش هتكفيك لاخر الشهر، وده هيخلق لك مشكله اكبر. زي البنطلون الجينز اللي بتسترخص فيه ويبوظ من تاني غسله. المثل بيقول كل اللي على كيفك والبس اللي على كيف الناس. الوظيفه بقى مش كده. ما تورطش نفسك في وظيفه عشان ترضي الناس ايا كان هم مين، لانه مع الوقت هتكتشف انك مش قدها يا مش بتحبها، وفي النهايه هتسيبها وتمشي. وده بقى ياخدنا لثالث حاجه، ايه الوظيفه المناسبه لشخصيتك؟ لا اسف، ايه اللبس المناسب لشخصيتك؟ ممكن تبقى حاجه ترندي ولايقه على الناس كلها، بس لما تيجي تلبسها مش هتبقى لايقه عليك. يعني لو انت شخص انطوائي وما بتحبش تتكلم مع الناس، ما تروحش بقى تشتغل سيلز، علاقات عامه او كول سنتر. والعكس برضه لو انت اجتماعي، ما تروحش بقى تدور على شغلانه تقعد قصاد الكمبيوتر طول اليوم. والنقطه دي بقى ممكن نعمل عنها فيديو كامل قريب. طبعا انت لسه واقف في البروفا وانا قاعد اكلمك على الشغل. بالاخر اي شغلانه هتروحها فيها مثلث لازم تحسبه كويس، مهاراتك الفنيه ومهاراتك الشخصيه واحتياجاتك الماديه. وزي ما خدنا في الحساب زمان، المثلث اذا اتغير فيه اي ضلع يتغير بقيه اضلاعه. فسيب المرايه دلوقتي واخرج من البروفا وهات ورقه وقلم وانت اضرب بمثلثك. وبس يا سيدي، سلام عليكم.